ممثله مشهوره جاتها واحد الدعوه لواحد الكاستينغ باش تلعب الدور ديال الاميره، ولكن ملي غتجي غتلقى واحد السيده حتى هي جالسه غتسول الموظفه وغتقول لها شكون هي هذه، غتقول لها حتى هي جايه تلعب هذا الدور. وحده فيكم اللي غديها غتقول لها واش تهبلتي، انا هي مولات الشيء، يلا سيري انت بحالك. وغتبقى هي وياها في الراس، غتسولها اشنو سميتها، غتقول لها سميتي ميري، غتقول لها شبيتي لواحد المراه كانت ممثله هي وراجلها كيديروا الكوميديا كانوا تافهين بزاف. غتقول لها عرفتهم هادوك والديا. وهنايا الاخرى غادا تنمر عليها وغتقول لها ماشي هادشي اللي غادي يعاونك، اللي غيعاونك هو النجوميه، وكنظن انك خاصك تمشي بحالتك دابا. ولكن ميري كانت مكونسونطري على التكست وعلى هذاك الشيء اللي في يديها، كتقرا وكتقرا وكتجاوبها غير مره وبكل لطف واحترام. شويه حتى غيبان واحد السيد وغيقول لهم يلا اجيو نصاوب لكم شعركم، وغادي يعرفوا باللي هذا كوافور غادي يتبعوه. المشهوره غتجلس هي الاولى وغيبدا يصوب لها في شعرها، اما الاخرى باغا كتقرا في القصه وعايشه الحياه معاها. الممثله غتسولها وتقول لها مالك ها كتقراي، كاع ما تخافي غتاخدي الدور ديك الساعه حفظي، حتى لدابا راكي ما ضامنه والو قدامي. يعني البنت غتنطق وغتقول لها انت راكي ما فاهمه والو، هاد الاميره هادي راه عندها واحد القصه اللي زوينه بزاف، هي اصلا زوينه، عاشت الحب عاشت الكراهيه والطلاق والخيانه. المهم السيده كانت كتهضر من نيتها وهي كتقول لها هاد الشيء، ولكن الاخرى في الاخر غتقول لها ما كيهمنيش شكون هي هاد الشخصيه، المهم نبان انا هي الاميره، اما هي راه كلشي غادي ينساها. ولكن ميري كتحاول انها تفهمها، كتقول لها كيفاش انت راكي ممثله وخاصك تعيشي الدور ديال هاد الشخصيه. غتقول لها حتى واحد ما عرف كيفاش كتعيش هاد الشخصيه هادي، انا اميره في الشخصيه ديالي، كاع ما تخافي. ما شفتيش الشعر ديالي صفر يعني بحال ديال الاميرات. شويه حتى غتدخل هذيك الموظفه وغتناديك ديك السيد بالمخرج. هنايا غادي يعرفوا باللي هذا الكوافور هو المخرج. السيده غادا تنوض غتقفز وغادي تسلم عليه وغتقول لي مشرفه بيك وهادي وطا. المهم الحيس الكابا. المهم هنا هو غادي يقول لهم شوفوا صافي اختاريت وحده فيكم واللي عطى الله عطاه. غتمد يديها وغتقول لي صافي حتى انا موافق، امتى نسنيو الكونطرا؟ غيقول لها ما غنسنيو لا كونطرا لا والو، ولكن غنسنيها مع ماري. غيقول لها كنتاسف منك انت ممثله مشهوره، ولكن انا باغي اللي غيعيش معايا الدور، وهاد السيده هادي كتبان لي فيها الكفاءه انها غتقدر تعطي بزاف لهاد الشخصيه. وملخص القصه يا اخوان، الشهره تقدر توصلك حتى للباب، ولكن الموهبه والاجتهاد هما اللي كيحلوه. والنجاح الحقيقي راه ماشي في الاضواء اللي كتشعل عليك، ولكن في النور اللي كيشعل في الداخل ديالك. يمكن غرورك يعطيك بدايه قويه في البدايه، ولكن غير الاجتهاد والشغف اللي يقدر يخليوك في القمه. نتمنى تكون الرساله وصلات، ولا وصلت هنايا فانت متابع سبيسيال، خلي معك واحد لايك واعطينا رايك في القصه. واقفه كتسنى في العريس، غدوز محدا واحد عامله النظافه، غترش عليها البرد حتى من لي زالي ديالها فوق راسها، غيطلع في طارو الزبل. هي مزروبه غتمشي باش تقلب على الزيف ديالها، ولكن غتجي من وراها غتهزها وغتلوحها في الطارو. غترد عليها الغلاقه وغادا تسد عليها وما سالاش، غتجبد واحد القنب غتربط هذاك الطارو وغتحكمو مزيان. شويه غتقرب حداها واحد الطوموبيل غتربطو معاها وغتقول ليه يلا شريه، ومن بعد غادا تحيد دوك الحوايج ديال عامل النظافه وغتكون لابسه كسوه ديال العروسه باش ترومبلاسيها وتاخذها العريس ديالها. وهنايا غتجي الوقيته اللي غتوقف قدام الكاهن، غادي يسولها الكاهن وغادي يقول لها واش موافقه تزوجي بهذا السيد، ولكن السيده غتقول لهم لا ما نقدرش نتزوج به حيت انا كنبغي شخص اخر. غتقصد الصديق ديالو ومن بعد غادا تمشي، وهنا غتخليه مضارب هو وياه. السيد عمر براد دلاتاي وجلس بارك يشرب فيه شويه حتى غتجي عنده الخدامه وغتقول ليه سيدي واش نزيدك شي براد اخر. غادي يهز راسو فيها وغيشوف فيها مزيان وغيقول لها راني كنعرفك ديجا، واش انت قريتي معايا في الباك في الحفله ديال التخرج كترقص انا وياك، فين غبرتي من هذاك النهار؟ غتشوفي وغتبتسم وغتقول ليه ما كنتش كنصحاب بان لك غتعقل عليا. غتعرض على راسها وغتجلس حداه وغتبدا تواسي فيه وتقول ليه هذيك السيده باينه ما تستاهلكش، هادشي اللي كتشرب فيه راه غيضيع لك صحتك، اتاك يدير فقر الدم، وانت تستاهل شي بنت اللي تكون احسن منها واللي تبغيك وتفهمك. ومن بعد غتزيدو كاس اخر، ولكن هاد المره غدير ليه واحد البرودوي لداخل باش يطلع ليه لا دوز. هو ماده ما جاب غيشد الكاس وغادي يسكحو، وهي كتسنى الدقه ديالها عندها خطه. في هاد الاثناء واحد السيد اللي كيجري شويه كيبان ليه الطارو كيتحرك بوحدو، غادي يقرب من الطارو وغتبان ليه عروسه مرهونه وسط الطارو. غترجع للدار وهنايا غتلقى السيد متكي حدا الخدامه، غتفيقو وغتقول ليه اشنو واقع. غادي يفيق وغيقول لها شوهتيني في العرس. غتقول ليه ما درتهاش بالعاني، راني كانوا سادين عليا في الطارو. كيصحابها باغا تحايمرو، ولكن هي كتقول الصراحه هو ما كيتيقهاش وقال لها كيما انت خنتيني مع الصديق ديالي انا مع الخدامه وما بيني وبينك حتى شي حاجه. جابت الباليزه ديالها وبدات كتجمع في حوايجها
كنشبع فيه معيور. تقول لي صافي بدلتيني، قال لها صافي بدلتك، هاي الخدامه واش ما كتشوفيش بعينيك؟ من بعد غيعطيها واحد المزهريه ديالها اللي كانت جابتها ليه كادو. وهنايا غيدا لاحظ باللي الضفر ديالها مصبوغين بالابيض، ولكن باش كانت واقفه معه قدام الكاهن كانوا مصبوغين بالحمر. هنا غيدور راسو هاد الخدامه وغادي يعرف باللي هي اللي تحت من راسها هادشي كامل، وغادي يشدوها وغادي يخرجوها برا. غاب فوطه فوق منها، حتى الحوايج ما عطاوهمش ليها. من سدوا الباب سدوه حتى للفوطه وخلاوها عرضه. اللي مشرا يتنزه، وفي الاخر غدور راسها تعيا وغتخشي راسها في الطارو، حيت بحال هاد الماركه ديال العيالات بلاصتهم هي هادي وفعيلهم اللي كيحكموا عليهم. كنتمنى تكون عجباتكم هاد القصه والقصص اللي كنشروا لكم على الصفحه. كان معكم خوكم هشام، الى قصه قادمه ان شاء الله.